حميد تفاحة للموت البطيء. طبعا اليوم راح نسوي لكم أكلة وكلني شبعني وبالمقبرة تفني. حميد وناظم الغزالية راح يجهزون الأكلة. هنا نجيب بوتيتة مسلوقة ونمرضها ونجعصها بيدنا لحد ما تصير على شكل عجينة. أقولك تلاحظ إضافة الإيد بعدها راح نضيف عليها البهارات. هنا نضفنا تراب العجوز، سم أحمر. بعدها راح نضيف معونين من الفاصوليا البايتة، طبعا لازم تكون الحباية مالتها وسط. بعد ما ضفنا الفاصوليا راح نحولها ونجعصها ونمرضها. هنا انا اريدك تلاحظ لي طريقة الخلط، طريقة التجانس. طبعا ممنوع لبس الجفوف، ممنوع استعمال الخلاط، لازم تشتغل بيدك لان ما حد حيفيدك. اريدك تلاحظ لي البدي مال الحميد، تحس عتق مال النوم. هنا راح يلزمها ويا عجان عجني وفدوى ولا تخجلني. بعد ما عجناها وجهزت راح نحولها على الناس. هنا لاحظ لي مسحة اليد. هنا راح نجهز الاطباق. بعدها راح نحضر لكم سوق الخنافس. طبعا هذا السوق مجهز بمي رخيصه ننقع بليمون ونعناع على مود تعطيه طعم خرافي يضرب بالنخاع. هنا صارت عندنا جواز التفاصيل. هنا العالم ملتمه، ما تعرف انهم راح يموتون، ما يعرفون انه هذا الاكل راح تسبب لهم امراض معويه وجراثيم والله يستر من عندها. وطبعا من تاكل من عندها احب اقول لك ربك ينتظرك. اكل حبيبي كل ما على هذا الطريق ويا حميد تفاحه. هذا حساب الانستا وحساب الفيس واللي وات يوم وتابعونا.